السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي متابعين قناة شيري. النهاردة هعمل لكم اسرع وصفة ممكن في السمك السنجاري اللي ممكن تاكليها باسرع وقت وباطعم حاجة، ولذيذة جدا وخفيفة على المعدة وخفيفة على القلب. كلنا بنحب السمك وكلنا بنموت فيه وعارفين فوائده كويس جدا. مش هدخل في الحلقة على طول، بس قبل ما ندخل ونبدأ في الحلقة بتاعتنا لايك وشير وسبسكرايب، كومنت جميل حلو منكم، وعايزة لايكات كتير 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 جدا، لايك كده جميل زيكم علشان خاطر نقدر الفيديو يترفع وكلنا نستفيد بأسرع حاجة للناس اللي بتبقى عندها وقتها ضيق. يلا بينا نبدأ على طول. النهاردة انا عندي بصلاية جوانح اهي خلاص، وعليها حبة طماطم. يعني بصي هي طماطمية صغيرة او هي نص طماطمية، انا حاطة نص طماطمية كبيرة ماشي. وعندي هنا جزراية مبشورة او جزرتين مبشورين وبصلاية، وعندي كوساية خلاص، وعندي توم مهروس، وعندي حبة شبت، وعندي طماطماية خلاص، وعندي ملح وكمون وكزبرة بس. والسمك بتاعي هعمل ايه؟ اول حاجة هبدأ انزل بالتوابل بتاعتي على ايه؟ على البصل، وادعكه كويس جدا خلاص. هدعكه كويس جدا وابدأ افرشه في الصينية بتاعتي. واعمل ايه؟ وهنزل بالسمك بتاعي هنا، هنزل سمكة. بس قبل ما نبدأ ننزل في السمك الاول هقول لكم نعمل ايه. هحط الخلطة دي كلها على بعضها، هقلبها خلاص. التوم على الكوسة، على البصل، على الطماطم بتاعتي تمام، على الشبت، كله على بعضيه. اسرع وصفة ممكن تعمليها في حياتك خلاص. وعليهم حبة توابل والملح بتاعي، وهقلبهم في بعض كويس جدا اهو. هقلبهم كده في بعض. انا قلبتهم في بعض كويس جدا اهو. بس قبل ما اقلبهم كويس هعمل ايه؟ هرص السمك بتاعي وهقول لكم هنعمل ايه. كده حبايبي انا عملت ايه؟ انا حطيت حبة توابل معايا على شوية ملح، كزبرة على كمون، بس كزبرة على كمون مفيش اكتر من كده، على ملح خلاص. هرش السمك بتاعي خلاص، وهبدأ انزل بالحشوة بتاعتي اللي انا عملتها على السمكة بتاعتي. ما تخافوش، الخلطة دي هتستوي وهتبقى جميلة وما فيهاش اي حاجة خالص، لان هي كلها مبشورة ورقيقة، والحاجات دي ما بتتحملش معانا سوا، يعني بتاخد يا دوبك سوا السمك خلاص. كده حشينا السمك بتاعنا واحنا متبلينه. بس هحب عندي شويه توابل بحب احطهم دايما، بحب ارش توابل على وش السمك بتاعي تاني بعد على وش الخلطه بعد ما اخلص، بتديله مذاق جميل جدا. يعني غير اعملي حسابك وانت بتحطي التوابل بتاعتك ان انت تسيبي شويه ترشيهم على وش الخلطه بتاعتك وانت بعد ما تخلصيها خلاص. طيب هعمل ايه تاني؟ هحط رشه بسيطه من الخل، رشه بسيطه خالص تمام. وهحط معايا ايه تاني؟ وهحط حبة زيت مش كتير، شايفين؟ رشة. وبكده الصينية بتاعتنا خلصت النهاردة. ندخلها الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 وتستوي، وهتطلع منك 100 100 وجميلة وحلوة ان شاء الله. وهوريها لكم دلوقتي بعد ما اخلص. كده يا حبايبي احنا خلصنا صينيه السمك السنجاري اللي هي السريعه مش المختصره، البسيطه خالص تمام. السمك بتاعنا غرفته اهوت، بس انا حبيت ما افضلش ازوق اي حاجه خالص، وحبيت بس اوريهولكم. وهوريكم كمان البصل بتاعه اهو، البصل مكرمل جميل جدا.
اللي كان تحتيه، وتحفه جدا في ان انت تاكلين بالعيش كده، تحفه، حاجه جميله جدا. وغرفت وعملت جنبيه شويه رز وغرفتهم. وعملت هنا بتنجانيه مشويه عادي خالص. عملتها ازاي؟ عملتها حطيت حبه خضره مع فصين توم مع شويه توابل، وضربتهم في الخلاط مع حبه زيت، ورحت محققاه وخلاص. على كده خلصت خالص. البتنجان بتاعنا بسيط خالص جدا. وقدمت جنبيه حاجه ساقعه. وبألف هنا وشفا ليكم ولقلوبكم ولقلوب كل حبايبنا. ما تنسونيش بقى اشوفكم في فيديو جديد. بس قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا، لايك وشير وسبسكرايب، كومنت جميل منكم حلو كده، ويا ريت ما تنسونيش ان شاء الله بدعوه حلوه. يلا اسيبكم في فيديو جديد. باي، في رعايه الله.